ترابيزه كامله، كلهم لابسين ستايل واحد وما شاء الله، وكلهم شباب وبنات. عرفيني بحضرتك؟ خريجة ايه؟ معهد اسئله. الستايل بتاعكم شكله شيك، وبتقولي ايه للطلبه اللي عايزين يدخلوا اللاسلكي كده ويشوفوا البدله كده يقولوا ايه بقينا خلاص وزراء؟ في اي حلم ربنا هو يحققه، يمكن ورا حلم يحقق اللي هو عاوزه، لو حلم يخش المجال ده مش وحش حلوه. بس الستايل بتاعكم انت مركبه 3 شروط وهي مركبه 1. عشان هي سنه اولى لما بيدرسوا شرطه واحده، لكن اللي بيكونوا متخرجين بيدرسوا 3 شهور. يعني هي دي يعني سنه اولى بتدرسوا شرطه واحده بس، لكن سنه ثالثه لما كانت اتخرجت بتدرسوا شرطه 3 شهور. سنه ثانيه. انتوا جايين مؤتمر السلام، بتقولوا ايه عن السلام؟ كلهم طلب، قولوا على السلام. السلام لفظ الجلالة، السلام كلمة لو احنا كلنا فعلا اشتغلنا عليها ما يبقاش في حاجة وحشة في الدنيا. حاجة كبيرة يا رب. بتقولي ايه يا طالبة يا اللي انت في سنة اولى يا لسه زقطوطة انت؟ تقولي ايه؟ ايه بالظبط؟ يعني انت النهارده جاية مؤتمر كبير، وده تقريبا اول حاجة في شغلك واول حاجة هتطلعي بيت قبل الجمهور. تقولي ايه النهارده وانت بقيتي مباشر منك للجمهور؟ يعني هما يخلوا بالهم على البلد شويه، وان احنا نحاول نساعد المسلمين. مبسوطة طبعا. اكيد طبعا. ويبشركم بالنجاح والخير يا رب. بتقولي ايه حضرتك؟ احب اقول يعني للشباب تسعى ورا طموحها عشان تحقق حلمها، وعلشان توصل للي هي عايزاه لازم توصل تحقق حلمها، تسعى ورا حلمها لحد ما تحققه. هم تقريبا هيبدأوا هيك يا قمر. دعوة حضرتك. كل سنة وانت طيبة. دعوة حضرتك. اتشرف بيكي اصلا. النهارده المؤتمر اهو. دكتورة عاملة المؤتمر تحيا مصر ام الدنيا وجمالها الدنيا كلها. كلوا ايه مصريين؟ ايوه مصريين. كلوا ايه النهارده؟ كل سنه وانتم طيبين دايما بخير. شفتوا الطلبه بتوع اللاسلكي عاملين شغل تمام ما شاء الله. ايه ضباط. لا محمد شعلان عامل بيهم شغل جميل. لازم يظهر جمال مصر، هو ده جمال مصر فيه. وهو فعلا لو كلنا في مصر كل واحد كده طلع جمالنا حلو بالزي الرسمي زي ما قالوا الكل يحضروا بزي رسمي اكيد هنكسر الدنيا. كنت انت جايب الرسم وحطيت بتاعه. لا وانت حاطط 2. تقول انت ايه النهارده؟ انا اقول الف مبروك وكل سنه وانتم طيبين وربنا يوفقكم، وشاكرين جدا للسيد المستشار محمد شعلان على هذه الدعوه الجميله. كل سنه وانت طيب. والاعلامي السيد العراقي اهوت مع الشخصيات والنماذج الجميله من مصرنا الجميله. وتحيا مصر.